وذكرت صحيفة الصن البريطانية أن لصا حاول سرقة محل كوافير في روسيا وجد نفسه ضحية للاغتصاب لمدة 3 أيام من قبل صاحبة المحل، حيث قيدته عاريا ولم تطعمه سوى الفياجرا. واعترف اللص فيكتور يازينسكي الذي عمره 23 عاما أمام الشرطة بأنه كان مسلحا وحاول سرقة المحل، لكنه فوجئ أن صاحبة الصالون أولغا 28 عاما تحمل الحزام الأسود في لعبة الكاراتيه، حيث طرحته أرضا بضربة واحدة وقيدته بسلك مجفف الشعر. بعدها ألقته عاريا في إحدى الغرف المظلمة بمحلها ولم تطعمه سوى الفياجرا، واغتصبته طوال 3 أيام حتى تعطيه درسا كي لا يقدم مرة أخرى على فعل السرقة. ومن ثم أطلقت سراحه وهي تقول له: أرجو أن تكون تعلمت الدرس جيد. وقام اللص الذي أطلق عليه البعض لقب أفشل اللص بالتوجه مباشرة إلى المستشفى ليعالج من تورم حاد في أعضائه التناسلية. قصد بعد ذلك مقر الشرطة ليدعي على أولغا باختطافه واحتجازه ومن ثم اغتصاب. من جهتها اعترفت أولغا بعد إلقاء القبض عليها